حين يختزل تاريخنا وثقافتنا في صورة مكررة، ومشاهد فولكلورية استهلاكية تعاد وتجتر كل سنة دون سياق، تفقد الذاكرة الجماعية معناها الحقيقي، وتتحول الأحداث الكبرى إلى مجرد طقوس صامتة لا تحكي شيئًا. في المغرب لا توجد ظاهرة اجتماعية واقتصادية ودينية تعادل في حجمها وتعقيدها وجدلها حجم الموسم. وعلى رأس هذه المواسم يتربع موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم دكالة، حدث ضخم يبتلع الملايين من البشر كل صيف، وتتقاطع فيه السياسة والتجارة والتاريخ والدين، وتتلاطم دونه أمواج الروايات الرسمية والشعبية. لكن بعيدًا عن صخب الخيام وطبول البارود وعدسات الكاميرات التي تراقب السطح فقط، ما الذي يعنيه حقًا هذا التجمع البشري المهول؟ ما هي الجذور التاريخية الحقيقية لظاهرة المواسم في المغرب الوسيط والحديث؟ وكيف تحولت هذه المحطات من مؤسسات اقتصادية وقبلية كبرى لتنظيم المجال وتصريف المصالح إلى مهرجانات معاصرة تتجاذبها حسابات الفرجة والفرز الاجتماعي؟ في هذه الحلقة من بودكاست بعد التحقيق نرفع الغطاء عن السرديات السطحية والجاهزة، سنفكك الأصول التاريخية لموسم مولاي عبد الله أمغار، ونقرأ في الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية التي جعلت منه لعصور طويلة عصب الحياة ومنتدى القبائل في دكالة وما حولها. هي دعوة لإعادة قراءة التاريخ بعيون نقدية لنفهم كيف يصنع الإنسان مجاله، وكيف تتحول الذاكرة الجماعية عبر الزمن. حين نقترب من دراسة ظاهرة المواسم في المغرب، فإن أول خطأ فكري نقع فيه هو التعامل معها باعتبارها مجرد احتفالات فولكلورية طارئة وليدة العصر الحديث أو الوسائل الترفيهية الاستهلاكية. فالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمغرب يعلمنا أن الموسم لم يكن يومًا ترفًا عابرًا، بل كان مؤسسة كبرى وآلية محورية من آليات تنظيم المجال وضبط التوازنات القبلية وتأطير المبادلات التجارية والروحية في مجتمع تقليدي كانت تحكمه إكراهات الجغرافيا والمسافات. ولفهم جذور موسم مولاي عبد الله أمغار بالذات، يجب أن نعود بالزمن إلى الوراء، وتحديدًا إلى العصور الوسيطة المتمثلة في العصر المرابطي ثم الموحدي والمريني، حيث بدأت تتشكل معالم البنية الديمغرافية والقبلية لمنطقة دكالة وتماسها مع المحيط الأطلسي. لم يكن اختيار الساحل الدكالي عبثيًا، فهذه المنطقة التي تتميز بامتدادها السهل ومنفتحها البحري كانت دائمًا عبر التاريخ بوابات حيوية للربط بين الداخل والعمق الإفريقي وبين التجارة البحرية الخارجية. في هذا السياق التاريخي الخصب ظهرت شخصية مولاي عبد الله أمغار أو أبو شعيب أصفار، ومن تبعهم من أعلام الأسرة والزاوية الصنهاجية المرابطية التي دبرت الشأن الروحي والعلمي والجهادي في المنطقة. لم يكن هؤلاء الأعلام مجرد زهاد أو متصوفة منعزلين عن العالم في صوامعهم، بل كانوا فاعلين أساسيين في حركات الإصلاح الاجتماعي والسياسي. فالزاوية لم تكن مكانًا للعبادة فقط، بل كانت قاعدة تدبير للمجال، وقطبًا لتحقيق الاستقرار البشري حول مصادر المياه والطرق التجارية الآمنة في منطقة كانت تعرف اضطرابات وتقلبات أمنية مستمرة بين حواضر السلطة المركزية وقبائل البادية. لقد تأسست النواة الأولى لهذا التجمع في الأصل كموسم ديني سنوي أو تجمع تعبدي رباطي
تتقاطر فيه قبائل دكالة والقبائل المجاورة لتجديد الروابط الروحية وللاستماع إلى مجالس العلم ولإحياء الذكرى وفق طقوس صوفية تنظمها مشيخة الزاوية. لكن هذا البعد الروحي لم يكن مفصولا أبدا عن الواقع المادي للناس، بل كان الغطاء الشرعي والاجتماعي الذي يضمن الأمن والأمان في منطقة شاسعة ومكشوفة. وهنا يبرز التحول التاريخي العميق. كيف يتحول رباط صوفي أو تجمع ديني إلى سوق كبرى ومحطة اقتصادية لا غنى عنها؟ الجواب يكمن في حاجة مجتمعات البادية والقبائل المستقرة والرحل إلى فضاء آمن للتبادل السنوي. في عصور لم تكن تتوفر فيها أسواق قارة ومنظمة بالشكل المعاصر، كانت المواسم الكبرى تشكل المواعيد الزمنية الدقيقة التي تتقاطع فيها دورة الإنتاج الفلاحي والرعوي. ففي نهاية المواسم الزراعية أو مع تحول فصول السنة، كانت القبائل تلتقي في المجال المحاذي لضريح مولاي عبد الله لتبادل الفائض من المنتجات، مثل الحبوب من سهول دكالة الداخلية، المنتجات الحيوانية والصوفية من المرتفعات أو المناطق المجاورة، فضلاً عن السلع المستوردة عبر الموانئ البحرية المجاورة أو القوافل التجارية العابرة. لقد لعبت الزاوية وأعلامها دور الأمان أو ما كان يعرف تاريخياً بحرمة الضريح أو الذمة، وهي الآلية القانونية والعرفية التي تمنع الاقتتال القبلي وتحيد النزاعات داخل محيط الموسم. هذه الحصانة الرمزية والدينية هي التي جعلت التجار من مختلف المناطق والقبائل المتناحرة فيما بينها يلتقون جنباً إلى جنب في أمان تام دون خوف من الثأر أو السلب والنهب. هذا الأمان الاقتصادي هو الذي ضمن استمرارية الموسم وتضخم حجمه عبر القرون، ليتحول من مجرد تجمع محلي ضيق إلى قبلة كبرى تتجاوز حدود إقليم دكالة لتشمل مختلف جهات المغرب. إذن في جذره التاريخي الأول لم يكن موسم مولاي عبد الله أمغار وليد الصدفة، بل كان استراتيجية مجالية واقتصادية واجتماعية بامتياز ابتكرها المجتمع المغربي التقليدي لتنظيم حركته وتأمين مبادلاته وتجاوز عزلة البوادي في تلاحم فريد بين الروحي والمادي وبين القبلي والمجالي. حين نتجاوز الطبقة الظاهرة من الخطاب الفولكلوري المرتبط بموسم مولاي عبد الله أمغار ونغوص في عمق بنياته الاقتصادية التاريخية، نكتشف أن هذا التجمع البشري الضخم لم يكن مجرد مناسبة عابرة لتفريغ طاقات القبائل أو أداء طقوس دينية موسمية، بل كان شرياناً اقتصادياً حيوياً ومؤسسة تجارية استراتيجية تتحكم في دورة الإنتاج والتوزيع في منطقة دكالة وما جاورها. فالأهمية الكبرى للمواسم التاريخية في المغرب الوسيط والحديث تكمن في كونها البديل العملي والفعلي للأسواق القارة في مجالات ترابية مترامية الأطراف، حيث كانت المسافات وضعف البنيات التحتية يحولان دون قيام شبكة تجارية حضرية مستقرة تغطي كافة احتياجات البادية. إن موقع موسم مولاي عبد الله على الشريط الساحلي الأطلسي وبمحاذاة المجال الزراعي الخصب لسهول دكالة منحه ميزة تفضيلية مزدوجة جعلت منه نقطة تقاطع كبرى بين اقتصاد الأرض واقتصاد البحر. ففي فترة انعقاد الموسم كانت دورة الفلاحة والرعي تصل إلى محطة الحصاد والتسويق، ومن هنا كانت القبائل الدكالية إلى جانب وفود القبائل المجاورة
كالشاوية والرحامنة وعبدة تقبل على المحطة بكامل فائض إنتاجها من الحبوب كالقمح والشعير والمنتجات الحيوانية كاللحوم والصوف والجلود، إضافة إلى مشتقات الحليب والمنتجات التقليدية المحلية. لكن النشاط التجاري لم يكن محصورًا أبدًا في حدود المنتجات الفلاحية والرعوية البحتة، بل كان الموسم يتحول إلى سوق دولية ومحلية مصغرة تتلاقى فيها السلع القادمة من المراسي والموانئ المجاورة أو العابرة عبر القوافل التجارية الكبرى. وهنا يلعب القرب البحري دورًا حاسمًا، فالساحل الأطلسي لدكالة رغم وعورته في بعض النقاط كان يستقبل المبادلات التجارية البحرية والمراكب التي تربط الموانئ المغربية بالمراكز التجارية الخارجية. هكذا كانت السلع المستوردة مثل الأنسجة الفاخرة والتوابل والحديد والأسلحة التقليدية وأدوات العمل الفلاحي تجد طريقها إلى قلب السوق الموسمية لتعرض على المستهلكين والتجار المحليين. حين ننتقل من المستوى الاقتصادي إلى المستويين السياسي والسلطوي، يتبين لنا بوضوح أن موسم مولاي عبد الله أمغار لم يكن أبدًا مجرد شأن محلي خاص بقبائل دكالة، بل كان محطة استراتيجية مركزية في هندسة السلطة بالمغرب الوسيط والحديث. ففي الدولة التقليدية، حيث لم تكن السيطرة الترابية تتم عبر إدارات بيروقراطية مكاتبها ثابتة، بل عبر شبكات التحالفات وإثبات الحضور الميداني، كانت المواسم الكبرى تشكل المسرح الأبرز الذي يختبر فيه المخزن مدى نفوذه، وتقيس فيه القبائل موازين قوتها ومواقعها داخل النسق السياسي العام. لقد شكل التجمع البشري المهول في ساحل دكالة فرصة سنوية لا تعوض بالنسبة للسلطة المركزية لتأكيد شرعيتها وحضورها الرمزي والمادي، فمن خلال إيفاد المندوبين والقياد والوفود المخزنية وأحيانًا تقديم الهبات والعطايا للزاوية والأشراف، كانت الدولة ترسل رسائل سياسية واضحة ومباشرة للقبائل أن المجال برمته تحت الرعاية السلطانية، وأن الدولة حاضرة لحماية الطرق والمواسم وتنظيمها. وفي المقابل، كانت قبائل دكالة والمناطق المجاورة تستغل هذا الحضور المباشر لتجديد فروض الطاعة والولاء، أو لعرض مطالبها وفض النزاعات القبلية العويصة التي تعجز المجالس المحلية عن حلها. لكن العلاقة بين المخزن والموسم لم تكن دائماً علاقة هيمنة أحادية الجانب، بل كانت في كثير من الأحيان علاقة تفاوض وضبط دقيق للتوازنات. فالقبائل الكبرى في دكالة بقوتها البشرية والمجالية كانت تعتبر الموسم فضاءً لفرض الذات وإبراز الوجاهة السياسية والقبلية. وهنا يبرز الدور المحوري للفروسية والبارود، ما يعرف اليوم بالتبوريدة. فلم تكن استعراضات الخيل مجرد ألعاب فولكلورية ترفيهية كما تبدو اليوم، بل كانت عروضاً عسكرية سياسية بامتياز. كانت كل قبيلة أو شعبة قبلية تستعرض جدارتها القتالية وانضباطها وقوتها العددية واللوجستية من خلال دقة الرماية والتوافق الجماعي للفرسان. هذه الاستعراضات كانت بمثابة رسائل ردع متبادلة وتأكيدًا عمليًا على الحضور الميداني للقبيلة وعلى قدرتها على حماية نفسها ومجالها، مما يجعل المخزن يقر بقوتها ومكانتها عند رسم الخرائط السياسية والجبائية. علاوة على ذلك، كان الموسم يشكل فضاءً
لتسوية الصراعات والنزاعات الكبرى بين القبائل أو داخلها. فالبيئة الاحتشادية الكبرى وحضور الوجهاء وأعيان القبائل وشيوخ الزوايا وممثلي السلطة تتيح فرصة نادرة لإبرام الصلوحات وتوقيع اتفاقيات الحد من العنف وتصفية الخلافات حول المراعي أو مصادر المياه التي كادت مرارا أن تشعل حروبا قبلية مدمرة. كانت خيام الأعيان تحتضن طيلة أيام الموسم مفاوضات ماراثونية دقيقة تبرم فيها المعاهدات العرفية تحت سقف حرمة الموسم وضغط التوازن السياسي القائم. بهذا المعنى تحول موسم مولاي عبد الله أنغار من مجرد تجمع ديني واقتصادي إلى برلمان تقليدي مصغر تدبر فيه صراعات النفوذ وتختبر فيه ولاءات القبائل وتدار من خلاله معادلة دقيقة ومعقدة بين هيبة السلطة المركزية واستقلالية البوادي المغربية. حين نقارن بين الوظائف التاريخية العميقة التي تأسس عليها موسم مولاي عبد الله أنغار كفضاء محصن للتبادل التجاري والتلاحم القبلي والرباط الروحي وبين واقعه المعاصر، نلمس بوضوح تحولا بنيويا جذريا يعكس أزمة الذاكرة والثقافة في مجتمع ما بعد الحداثة. لم يعد الموسم ذلك البرلمان القبلي الرسيم ولا السوق المنضبطة بمواثيق الشرف والأعراف المرعية، بل تحول في العقود الأخيرة إلى مهرجان ضخم لاستهلاك الفرجة والعبث التجاري الفوضوي. إن أهم ما يطبع الوجه المعاصر للموسم هو هذا الانفلات المهول عن سياقه الأصلي ليتخذ أبعادًا غريبة أفرغته من محتواه الروحي والثقافي، فبدلاً من حضور الحكماء وأعيان القبائل والتجار المنظمين، بات الموسم يجذب كتلاً بشرية ضخمة ومشتتة تتقاطر عليه بحثاً عن التسلية السريعة أو التنفيس المؤقت، مما أدى إلى تحويل فضاء الضريح والمخيمات المحيطة به إلى ساحة مفتوحة لكل أنواع الفوضى والتسيب. وهنا يبرز الجانب المظلم والمشين الذي بات يطبع أيقونة هذا الموسم سنوياً، إذ لم تعد الأخبار التي ترافق فعالياته تقتصر على نجاح المحصول أو قوة الفرسان، بل أصبحت تتصدر العناوين بوقائع انحرافات اجتماعية خطرة واشتباكات دموية وظواهر إجرامية مشينة. فالليالي الطويلة للموسم تحولت في أجزاء واسعة منها إلى بؤر لتجارة واستهلاك الممنوعات ومسارح لعنف الشوارع والسرقات الموصوفة واعتداءات سافرة على حرمة الأماكن والزوار. لقد سقط ذلك الأمان التاريخي العريق الذي ضمنته حرمة الزاوية والعرف، وحل محله منطق الغاب وحيازة الشارع من طرف شبكات المنحرفين وتجار السلع الفاسدة والخمور المغشوشة. علاوة على ذلك، ساهم التطور التكنولوجي والإعلامي الرقمي في تعميق هذا الانحراف، حيث تحول الموسم إلى منصة عبثية لاستعراض البزنس الرقمي الرخيص وصناعة البوز على حساب المضمون الثقافي والتاريخي. فالعديد من الوافدين الجدد باتوا يرون في الموسم فرصة ذهبية لتوثيق المشاهد الصادمة والفضائح والانحرافات السلوكية بغرض حصد المشاهدات والتفاعل الوهمي على منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تكريس صورة نمطية مسيئة للمكان وتاريخه العريق، وجعل التراث المغربي يستباح تحت ذريعة التسلية الرخيصة. إن هذا التحول المقلق يطرح أسئلة جوهرية وحارقة حول مآل الذاكرة والموروث الثقافي في المغرب. كيف يمكن لمؤسسة تاريخية عريقة أن تتحول إلى نقيضها التام؟
وكيف فرطنا في الرمزية الكبرى للمواسم لتغرق في المستنقع الاستهلاكي والانحراف. إنه سؤال الأزمة في علاقة الإنسان المغربي بماضيه، حيث تحولت المقدسات والمحطات الكبرى إلى مجرد أرقام في دفاتر الفرجة الاستهلاكية، وفقدت معها الذاكرة الجماعية بوصلتها الأخلاقية والتاريخية. حين نغلق ملف موسم مولاي عبد الله أنغار ونعيد ترتيب المشهد بين جذوره التاريخية العميقة التي قامت على التجارة والتنظيم الأمني والروحي، وبين واقعه المعاصر الذي يغرق في ضجيج الفرجة الرخيصة والانفلاتات السلوكية، ندرك حجم الهوة الفاصلة بين ماضٍ كان يصنع المجال وينظم إيقاع حياة القبائل، وحاضر يبدو أحيانًا عاجزًا عن حماية رموزه من طحين الاستهلاك العبثي. إن هذا التناقض الصارخ لا ينبغي أن يدفعنا إلى مجرد الإدانة السطحية أو الجلد الذاتي، بل يجب أن يكون دعوة صريحة لإعادة النظر في علاقتنا بذاكرتنا الجماعية وبموروثنا الثقافي والتاريخي. فالتراث ليس مجرد خيام تنسب لأيام معدودة أو طقوسا تفرغ من جوهرها لتتحول إلى مجرد أرقام في عداد الإثارة الرقمية، بل هو وثيقة حية تختزل تاريخ مجتمع بكامله وتجاربه في البناء والتدبير وأخطائه أيضًا. فإلى متى سنبقى نتعامل مع محطاتنا الكبرى بعقلية المستهلك المؤقت لا بعقلية الباحث عن الجذور؟ وكيف يمكن استعادة المعنى الحقيقي للمواسم والمؤسسات التاريخية لتلعب دورها كفضاءات للثقافة والتواصل الرصين، لا كساحات للتفريغ العبثي وتشويه الهوية؟ إذا كانت هذه القراءة التحليلية قد أضاءت زوايا جديدة في ذهنك وفتحت أمامك أسئلة لم تكن تخطر على بال، فلا تبخل علينا بدعم القناة. اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيهات لتكون في قلب الحدث مع كل ملف وثائقي وتحقيقي جديد نقدمه هنا في بودكاست بعد التحقيق. شاركونا آراءكم في التعليقات. برأيكم كيف يمكن حماية هذه التظاهرات التراثية الكبرى من الانزلاق نحو الاستهلاك الفولكلوري والعبث؟ وهل ترون أن الحل يكمن في تأطيرها مؤسساتيًا أم في إعادة الاعتبار للوعي المجتمعي والثقافي؟ ننتظر نقاشكم الراقي، وإلى لقاء قريب في تحقيق جديد.